مرحبا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركن؟ طمني عنكن. انا كتير اشتقت لكم. رجعت لكم لحتى هيك يعني احكي لكم شوي عن اخباري، عن احوالي، وان شاء الله يعني رح تعرفوا هلا بنص الفيديو انه شو صاير معي. صاير عندي كتير تطورات، ان شاء الله رح احكي لكم اياها بالفيديو. هلا اول شي اليوم كنت رايحه هيك، مو اليوم، تاني يوم يعني كنت طالعه انا ورفقاتي لحتى ناخد الولاد هيك مشوار بيوم السبت. تقريبا كل سبت بنطلع انا ورفقاتي والولاد بنغير لهم جو بما انه الصيف رح يخلص. فقلت لحالي انا رح اعمل يالنجي وناخده هيك معنا بنتسلى. فحبيت اني هيك اصور لكم لحتى كمان احكي لكم، لانه كتير صار عندي تطورات بما انه لي زمان كتير ما نزلت فيديو، لانه كتير يعني هيك عندي شغلات يعني صارت معي وكتير مالي فاضي هاي الفترة. فلهيك قلت لحالي وكتير يعني صبايا عم تسألني ليش ما عم تنزلي، ولك زمان ما نزلتي. فقلت رح نزل هذا الفيديو مع اني كتير مضغوطة وكتير عندي شغلات يعني مالي فاضية نهائيا، بس قلت رح نزل هذا الفيديو وان شاء الله يعني رح تشوفوا الفيديوهات الجاية تفاصيل اكتر. هذا الفيديو صورته يعني من قبل تقريبا 3 اسابيع. بعدين تأخرت كتير بتنزيله لأنه ما كان عندي وقت نهائيا لحتى أني أنزل الفيديو. بصراحة يمكن بتعرفوا اللي متابعني بيعرف أنه أنا أكتر من مرة كنت رح أنقل على غير بيت، وسبحان الله ما بتتيسر معي. كل ما بجهز حالي ما بتتيسر معي. فتح أحكي لكم شو صار معي هلأ. أنا جيت هلأ أنه خلص قررنا أنه نطلع من البيت، بس أنا قلت لحالي لا ما راح احكي. هي هون بعد ما عملت اليالنجة حطيته على الغاز وجيت هيك لاشرب لي نسكافيه، وهيك بعد ما ناموا الولاد بس استوى طفيته وتركته لتاني يوم الصبح لحتى هيك يتشرب كل حمضه، وبعدين اني اخده معي بس يبرد. المهم رح احكي لكم. كل مرة بقولكم انه بدي انقل ما بتزبط، فقلت لحالي احسن شي اعمل هو الكتمان، انه لما واحد بيكتم سره سبحان الله بيمشي حاله. فالحمد لله انا بعد ما كتمت السر ومشي الحال هيك استنيت لحتى تمشي كل الامور. الحمد لله انه تيسرت اموري تقريبا 50%. احكي لكم ليش بس 50% هلا بالفيديو. هلا اول شي انا بالفيديو اللي جاي رح تشوفوه هون باخر الفيديو، ما كملته رح تكمله بالفيديو اللي بعده، انه انا كيف هلا رح ابلش نقل البيت. صارت معنا شغلات كتير رح احكيها كمان بالفيديو. نحن هون في عنا هيك روتين يعني خاص ببريطانيا، يلي بده يطلع على بيت تاني اذا البيت مو جاهز رح يسكن باوتيل لحتى انه يمشي الحال البيت. رح يعني اصور لكم شوي انا من الشغلات اللي صارت معي، هيك اخذ لكم لقطات لانه ما في عن جد وقت وما في هيك راحة انه واحد هيك عنده كتير شغل انه يقعدوا يصوروا هالقصص. ان شاء الله بس ارتاح واتركن بالبيت وهيك بصير بصور اكتر. فانا صورت لكم شوية مشاهد انه من الشي اللي عم بيصير معي. فهون انا جهزت اليالنجي، عن جد دمار اليالنجي. مين ما بحبه ومين كتير بحبه يكتب لي بالتعليقات، لانه عن جد هاي الاكلة سبحان الله وكتير طيب اليالنجي لما يكون في جمعة، وخصوصي هيك بالهواء الطلق. كل شي بيتاكل بالهواء الطلق ويكون اكلة يعني هيك غير شكل. هلا بهذا اليوم نحن عملنا يالنجي، وهلا بتشوفوا كمان تبولة وهالقصص. اللي الاسبوع اللي بعده عملنا رحنا على مكان كمان كتير حلو، بس عن جد ما صورت لانه مثل ما قلت لكم يعني هيك اخذت لقطات. ما بعرف اذا هلا رح نزل لكم كمان لقطة، بس هاي اللقطة اللي صورتها كمان بهذا المشوار. الجو كان هيك رواق يعني حلو، بس مثل ما قلت لكم ما لي هيك نفس لحتى اني اصور كتير، فهيك عم باخذ بس لقطات. المشوار اللي بعده عملنا مندي. رفيقتي عملت مندي كتير طلع كتير طيب، وكانت قاعدة كتير حلوة جنب نهر وبطاط وهيك، بس ما قدرت اني اصور او صورت يعني بس مو كتير. فرح احكي لكم لانه انا بالبيت سبحان الله كل ما بضب الاغراض يعني بجهز اغراضي للسفر، بجهز هيك الشغلات يعني نص الاغراض وهيك بيرجع بصير معنا هيك قصص وما ما بنطلع. فاللي صار معي مثل الراعي الكذاب، كل ما بيضب الاغراض برجع يعني بفضيهم انه ما بتزبط السفرة. باخر مرة اللي صار هو مثل الراعي الكذاب، انه صار وقت السفرة انا بقول النقلة هو صارت وقت النقلة انا ايش صار معي؟ ما ضبيت شي. فعن جد صار عندي دمار دمار دمار.
يعني شغل 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 شغل، ما عاد ألحق أبدا أبدا أبدا. كتير تعذبت، كتير تعبت، بس الحمد لله يعني مشت الأمور على خير. رح فرجيكم هلأ أنا هون. أول شغلة بلشت فيها نظفت كل الكنبايات بمكنسة السداج. نحن نقول سداج بس هو اسمه سجاد. هلا رح نحن هيك الحلبية بنحكي السجاد بنقول سداج. هلا هون انا نشوف انجرحت ايدي بالكاسة جرح عن جد، وكل الشغل اللي كان عندي وفوق ايدي مجروحة، انجرحت عن جد جرح كتير قوي. فانا هون ضربتها ما بعرف بايش، سبحان الله بعد ما نظفت هذا الكنبايات رجعنا قدام. فرجعت جبت مكنسة السجاد بدي اقول سجاد مشان ما تأيدوا، ورجعت كنستها. شوفوا هلا هون كمان الكراسي ايش قد متوسخات. فانا كتير كان هيك بدي انه اعمل تنظيف قبل ما اني ننقل الاغراض. فاول شغله جبتها هي لزقه جرح، ما كان عندي لزقات جرح تبعات الكبار، فجبت لزقات جرح للاولاد. قلت معلش المهم اني الزق ايدي من الجرح يعني. بعد ما اني لزقتها وهيك، مع انه كل شوي بلزقها وبرجع بروح بغسل وهيك بترجع بتفنش وبكبها. هاي المكنسة عن جد كتير كتير حلوة. يلي بده يستخدم مكنسة السجاد كتير كتير هاي يعني تنظيفها رائع. هي اسمها فاكس، وإصدارها يعني قبل الحديث بشوي، يعني في أحدث منها إصدار أظن واحد، بس ممتازة هاي كتير 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 ممتازة. رح تشوفوا هلأ كيف رح تطالع. عن جد الكنب كانوا كتير وسخات، لأنه أنا كتير هملت إنه خلص بدي أطلع. فنظفتهم تنظيفة. أحلى شي لما تطلع المي وسخة هيك الواحد نفسيا بيرتاح إنه عم تنظف، يلا حلو. هون أنا عبيت لها المي والدواء، والحلو إنه بتاخد الدواء لحال والمي لحال والمي الوسخة كمان لحال. هون أول شي رشيت المي، هي لها هيك بتبخ المي والدواء وهيك بتنظفها، يعني قصدي بتبللها هيك على الأخير. وبعدين بنشغل المكنسة ومنبلش لما بتشفط هيك، بتشفط عن جد من كل قلبها يعني. والأحلى شيء إنه أنا حبيتها فيها إنه ما بتخلي إنه كتير يعني نديانات. يعني بتعرفون بتشعلوا المروحة عليهم، بتخلوا المروحة يعني تقريبا ساعة ساعتين، أو بتشغلوا إنه التدفئة بيطلعوا عبيض وضوي. عن جد ولا أنظف ولا أحلى من هيك. كتير 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 يعني بنصح فيها، بتجنن عن جد. شوفوا هلا انا رح اقرب الكاميرا شوي لحتى تشوفوا كيف عم تشفط، يعني من كل قلبها بتطالع الوسخ وبتنظف. يعني حلوة، حبيت، راحة نفسية عن جد. هديك اول وحدة ما بينت، فقلت رح اصور لكم مشان تشوفوا اكتر. فكان هون في بقعة، شوفوا هون ما بينت انه ما نطفت. رجعت بعد ما هيك كأنه انه اخدت مي شوي، بعدين هيك بس مسحتها والله نطفت، صارت غير شكل، كتير كتير نطفت. وهون كمان قلت مثل ما قلت لكم، هو وقت نقط الدم قلت لازم اني ارجع انضفها، ومرة هي مطالعة ما بدي امسحها مسح فجبتها. وشوفوا عن جد يعني رهيبة. فيها إلها فرشاية هي بتدور، وهي بتبخ وبتمسح، يعني بتشفط المي. فانه خلص ما عاد في لا داعي للتنشيف ولا شي، بس مثل ما قلت لكم بتشغلوا التدفئة او بتشغلوا المروحة. فانا هون اللي عم بخلصهم كنت عم بحطهم هون. وبعدين بلشت بقى بالسداج. كتير كتير سهل كمان للتنظيف، لسه اسهل من الكراسي، لانه هذا هيك بس مشي، يعني كتير سهل. شوفوا المي قد وسخة، يعني ما احيانا بتشوفوا انه الغرض نظيف، بس لما بتغسلوش قد بيطلع وسخ. بس عن جد لما طلع هذا الوسخ انا كتير انبسطت، قلت يعني انه انا عم بنظف، مو انه هيك على الفاضي. فالحمد لله هون بعد ما خلصت كل تنظيف السجاد والكنبايات وهالقصص، بلشت بقى بالمطبخ. اجوا رفقاتي لعندي وطبقت اغراض المطبخ كلهم وحطيتهم بالكراتين وجهزنا. وبعدين انه صار لازم نسلم البيت خلال يومين، وانا كان غرف النوم ابدا مو مجهزتهم. فصرت يعني اجهز ما اخلص، يطلع كتير غلط يعني.
كبيت 3/4 أغراض بيتي، يعني عن جد كبيت كل شي، يعني ما عرفت كتير قليل اللي عرفتن، يعني كبيت البراد، الجلاية، هيك عندي فريزة صغيرة، كبيت الميكروويف، الاير فراير، هدول كلهم شلتهم، يعني خلص قلت ما عاد بدي اياهم، وتخوت الولاد، حتى الفرش، المخدات، كل شي كبيتهم. وهدول هون للتغليف جبتهم الورق، كمان كتير ساعدونا بتغليف البلور بالمطبخ. فانا هون حبيت اني هيك افرجيكم شوية لقطات من التنظيفات اللي عم ننظفها. هون بعد ما فضيت هدول مطربانات تبعات التوابل، كنت مليفتهم، فقلت بس بنشفهم شوي بالمي بعدين راح اغلفهم. وجبت العجانة كمان غلفتها وهيك وبلشت يعني. بس ما كنت بتوقع انه النقلة بتتعب لهالدرجة، عن جد كتير بتتعب. بس الحلو فيها انه متعة، انك انتي هيك رح تطلعي على مكان جديد، بيت جديد، فحلو يعني. انا صح تعبانة بس مبسوطة الحمد لله، انه واحد هيك رح يتغير شوي من حياته، رح يجدد يعني، الحمد لله. فانا كنت مبسوطة وانا عم بشتغل، بس انه تعب كتير، خصوصي ما في حدا انه هون يعني، وحدا كتير يساعده. الحمد لله رفقاتي الله يعطيهم العافية ما تركوني، بس يعني واحد هيك يعني الحمد لله. واختي كمان انه كانت ناقلة ما صار لها يمكن شهر، هلا صار لها ناقلة، فكمان لسه بتعرفوا شقد بيطلع اغراض وشغل بالبيت، لما واحد بينقل شقد بيطلع عليه تصليحات وتظبيطات وشراء واغراض وهيك. فالله يعطيها العافية كمان، يعني هي شقد قالت لي اجي اساعدك، قلت لها خلص انتي ما صار لك شي نقلة، كمان انت تعبانة ولسه على هلا ما خلصتي. فانا هون كمان صفت العجانة جايبته، تاركته انا مالي انه كاببته، لانه عرفانة انه انا رح انتقل شي يوم. فهون انا وبنتي ساعدتني فيها، لانه عن جد كتير تقيلة ما شاء الله. هي البول تبعها بلور، فكتير تقيلة، لهيك يعني انه وزنها تقيل. هي يعني كانت تطلع اكتر من 10 كيلو الوزن. هاي كنود كتير كويسة، رح تشوفوها ان شاء الله في فيديوهات تانية لما اعمل حلويات. هون باخر الليل بعد ما خلصت هيك هدول اللي شفتوهم، اجاني هون من اول مرة انا بوصي من التيك توك، فاجاني منها هيك شوية شغلات. انا كنت طالبة اكتر بس ما وصلوني، فوصلني جزء من الاشياء اللي انا طالبتها. بصراحة كتير عجبوني. هاي هون ما كنت بدي اقوم اجيب الستاند، قلت له جوزي انت افتحها، ما بدي اقوم، والكاميرا حاضل مسكتها بايدي. فهذا المكنسة هاي للسيارة، بتنوصل على اليو اس بي تبع السيارة، وبتكنس السيارة اذا في وبر. وهديك الطاحونة، وهذا هيك للبيبي جبت له افرون، وهذا للكيك للعجين، مد العجين. وهذا لانش بوكس هلا بتشوفون، كتير قوية وكتير هيك حبيتها عن جد، يعني عسعرهم كتير جودتهم حلوة. ولهون بيكون خلص الفيديو، وان شاء الله رح كملكم فيديوهات تانية ايش رح يصير معي، وكيف نقلت، ووين رح اطلع، وامتى رح اطلع على البيت وهيك. ان شاء الله بتشوفوني ان شاء الله في فيديوهات جديدة. يا ريت ترفعوا هذا الفيديو لحتى تعطوني حماس اكتر لحتى انزل اكتر. وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وسلام، تصبحوا على خير.